متابعات وحوارات في الشأن المحلي والوطني. كل ما يهم المواطن يجيكم كل خميس من 11 للماضي ساعة مع فوزي اليوسفي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم سادة والسيدات متابعي ومستمعي إذاعة الكرامة حيثما كنتم متابعوا فينا داخل وخارج تونس على صفحة الإذاعة وكذلك على 90.5 FM في الإقليم الرابع سيدي بوزيد صفاقس قفص وتوزر كذلك في باقي الولايات. مرحبا من جديد باش نمشوا لبير لحفي مع تحديدا عمادة السلام. المواطنين يتشكوا من الطريق، الماء، العلف، برشا تشكيات. خلينا ناخذوا المواطن هذا اللي كان حكى. عسلامة سيدي، مرحبا. عسلامة، مرحبا بك، اهلا وسهلا. عايشك. تعطيني اسمك ما تسيرش؟ ايه نعطيك منصف. مرحبا سي منصف. منين سي منصف؟ منين؟ مع تمديد باللحفي. مع تمديد بير لحفي، اي وين بالضبط؟ وين تحديد العمايرية. في العمايرية. والعمايرية في ولاد سليمان. ايوه. اش هي مشاكلكم سيدي هذه؟ مشكلتنا سيدي الماء والطريق والعلفة المدعمة. الماء والطريق والعلفة المدعمة. ما معناه الطريق؟ فسر لنا، خليه يعرف السلطة. الطريق سيدي المستنتج يربط حكاية 5 كيلومتر 6 كيلومتر دير عمامة. الطريق من سنتاج هنا وسنتاج هنا وين بالضبط؟ السنتاج نتاعنا الاساسي هو انت راك تعرف سنتاج، تسكن غادي تعرف سنتاج، اما يسمعوا فينا والساده المسؤولين ما يعرفوش انت منين تحكي وين قاعد تتكلم فينا. دونك اعطينا سنتاج هنا وين بالضبط الموجود السنتاج، والطريق نتاع بير عمامه منين يجيب؟ اعطينا منين يجيب، على دار شكون؟ سنتاج القديم نتاع ولاد سليمان. نكتب سنتاج. انا ولد بير حفاي نعرف المنطقه. نعم انا نعرف المنطقه. انا سنتاج وين القديم نتاع ولاد سليمان. القديم اقدم واحد هذاك الوحيد. السنتاج باهي مثنيه هذيك اللي تجيب على العمايريه ومن بعد وين تمشي؟ تجيب غربي السنتاج بالضبط، يعني دورة السنتاج ومتعدي يجي على بيت مهدي العمده الاول. العمده الاول اي دار ابو بكر هذيك. اي دار ابو بكر. اي نعرف بلاد يا ولد بلاد هكاك ويربط بكياس بير عمام. هذا انت مطالبه بتعبيده. راه مسبوب ليه مرتين يا سيد. اش مسبوب له؟ الفلوس نتاعو على مرتين وما تعبدش. راه كيف صبوا الفلوس ما تعبدش؟ وقتها تصبت؟ شكون قال؟ هما اصل قالوا عليه في الاول تقريبا في 2014 2015. هذيك وعود انتخابيه نتاع الناس جايه تنتخب وقالوا الكلام وتعدى على روحه. ايه قال لي انتخبوا كلها كيكه. ما عندكمش نائب انتم غاديك مش منتخبين نائب محلي غادي؟ نعم اكيد راه عندكم نائب في ولاد سليمان ينوبوا جهه ولاد سليمان والعمده. لا عمده ولا حتى واحد. لا ما تجبدليش. اسمعني اسمع، ما تبقاش تحطني في حق رد ومشاكل اخرى مع العمد. باي انت تو طالب بالطريق، قلت لي تعدى من العمايريه حتى يجي يربط بير عمامه. شنو الطلبات الاخرى؟ المنطقه نتاعك شنو ناقصه واحده اخرى؟ الماء ما عندكمش ماء. الماء هو كنت تسكب على سنتاج ما عندكوش ماء. الجراد نتاعو 4 فاصل ما مسكر عنده 5 ايام ويعطيك من الساعه في النهار. عندكم سنتاج انتم ثم؟ نعم عندكم سنتاج غادي في ياسي منصف. عندكم سنتاج. السنتاج التي يهزوا منه باسترنات 4000 غير نحسب 4000 ساكر منطقه الاستماع. وياخذوا الماء من الكراب، يعني يوميا الكراب ماشي جاي يجيبوا في الماء من غير ماء. تشرب الماء معناها والماء ذاك نشرب فيه الماء يوميا. كلها الناس كل تشرب الماء. وكانوا الماء تاع الصونات ما فهمناش علاش. والله نقطة عجيبة جدا. يعني الصونات تعطيك ماء وتحطه في السبابل وتعديه وتدفع انت كل شهر، وفي الاخر ما تلقى الماء يقول لك واحد هاو ساكن في الريف في ولاد سليمان يقول لك تجينا كهرباء نشرب في الماء. ما نعرفش الماء نتاع النقوس صراحة. تسمع الغريبة. عنا عينونا زوز نطيس ثبت الميزانيه نتاعها وحاولوا وعدوا زيكوات وعدوا الواحد نتاع السبابل. لهم قالوا لا. هما حبوا يجبدوا الماء من بير عمامه، ما حبش يعطوهم هذيك الميزانيه وحدها. وزعما نتكلم بالسنتاج.
عام اول جابوا ما تجبدش الاسامي، تمشيش تجبد لنا اسم ولا حاجه، ودي اختارنا من اسامي يرحم والديك. هاي لا ما بس تفهم الوضعيه اي لنا نحن يعني يخدم في وزاره يعني في الفلاحه مندوبين تاع ابو زيد. هاي خرجت الفلاحه مقاول باش يحفر في بلاده هو. كي خرج عنده تقريبا العام قال راهو جاهز المقاول. اي من بعد هم غادي يدير كرفاته الفلاحه. ليش؟ راهو حاضر راهو بريسك، اما في بلاده هو معناته ثم سنتاج محفور غادي حاضر. ايه سما حاضر قال لك رفضته الفلاحه. ولا علاش رفضته الفلاحه؟ هذه غريبه ثانيه. الغريبه الثانيه باش تسمع. طبعا الدوله حفرت سنتاج ودفعت فيه ملايين، ومن بعدين يقول لك راهو غير صالح ويسكروه يخلوه يجي يشوفوه على عين مكان، يجي عين ويشوفوه. المقاول كيكمل قال سيء باش يعملوا لك التغليف. اي الماء خارج وقال راهو حاضر. بعد يمكن بقى يجي حكايه 20 يوم مركح سنه فيها. قداش ليه هذه؟ عملوا له تعملوا ليه 5 سنين؟ عملوا حكايه عملوا له عندها عام. هذه عام عندها. اي وحاضر يجي يجيبوه بقعه، وحتى البقعه نتاعو موجوده راه. والغريب الثاني دخلوا في العرف المعتمد بيده وقال لي برا انا المسؤولين اللي عندك برا امشي شكيلو ولا دبر راسك. كانت تجينا في 500 600 شكاره كل شهر. رجعت ال 250 شكاره و300 بشر 360. اي لا بشر ياكلوا في العلفه، ما عندهم حيوانات. تقول لي اعطيني رؤوس الحيوانات، اعطيني قداش من واحد عنده حيوان. لا سيدي نحانا يعني 250 اخرى نحاها. فهمت تو 300 راه تجينا ب 600 شكاره، يجينا ب 250 شكاره. انت عندك انعاجات، عندك انعاجات وشويات عندك. عندي انعاجات وانا كل انعاجات راه موجودين. هي وقداش يعطوك من شكار؟ كانوا يعطونا توا نقصوا منها، كانوا يعطوني في كذا شكاير نقص ولا شكارتين، وزادت يلزم تاخذ بعد 4 شهور مش كل شهر باش يتكتور. واش تعملوا بها؟ تبخروا بها شكارة العلفة؟ هذا مش بخروا بها برك شادوا نهارات باش تسمع الحكايه غريبه. الحرس نتاعنا بارك الله فيه شد عند واحد سير بعد مدعمه 600 شكاره، خذا اللي يعطي اللي يتفرج بالعلفه. هذاك تبعت بالسكاير في الليل بكت حكايه 150 شكاره، يعني من تقريبا 550 شكاره. معناها الحرس الوطني تم معناها حجز 600 شكاره وذخها اعاده ذخها في السوق واعطاها لشكون مزود يبيع، تباعت في الليل وانتم ما سمعتوش لقيتوا كم 100 شكاره. بقيت 100 نقول لك ما تجبدليش الاسامي، ما تجبدلناش حتى اسم باش توليكش مشكله من بعد. هي من غير اسامي صحيح. تكلم كمل. هي جاتنا ب 250 شكاره زخوا منها تقريبا حكايه يمكن 150 شكاره اخرى من المحجوزه. باش يعطونا محسوب شهر قبل الشهر اللي فات كل واحد رجعوا له شكاره، يعني 3 زوج. تبقى من العباد ناقصه تقريبا 130 بشر باش تزاد كملوا له الزنا يكون قريب البقيه اللي حكيت 350 شكاره نتاع المدعمه مشات هذيك تبعت. اسي منصف اخويا معناها نلخصوا نحن انتم في المنطقه نتاعكم تطالبوا بتعبيد الطريق، ربطها بالطريق المعبد اللي خارج من بير عمامه اللي يوصل يجيب على العمايريه ويربط بالطريق الاخر المزفت اللي يخرج من الهجريه ويمشي في اتجاه ولاد سليمان، هكا ولا؟ فوالا هذه النقطة الأولى. طالبين زادة الماء صالح للشرب، ما عندكمش ماء صالح للشراب هكا ولا؟ ما عندناش. هو عندنا استديو سانتاج وعندكم سانتاج تحفر حفراته الدولة وقاعد مسكر مش عارفين علاش. يلعب جمعية تلعب كيف هما كلمة تمدلوا. لا سامحني بارك فيك تقول لي مشكلة ما تمد بالله سامحني. يا سي منصف ما تمد عنده 4 سنين 5 سنين ما يعرفش منطقته الاستنان. يا سي منصف لا عاد ما سي منصف ولا ما يعرفها صدقني لا يعرفها.
كيفاش؟ ها ونشوف فيها والله ما يعرفها وقت جاهز في بن سليمان. انا عندي 8 سنين جيت انا استقريت في بلادي. جاء انت ما كنتش تشكر الناس. ما ثماش سميد وقتها قطاع وما ثماش واحد. جاء مع الكاميون يا ابو قلب. ما هو جي مع الكاميون باش يحسن توزيع السميد على المواطنين. هذاك يا اخي هي وباقي الاخر شبيك ما تسجل. عندكم عمده، عندكم نائب محلي، وعندكم كذا. هذه نحس به العمده. نحن ماذا بنا الرئيس لا تولى سلم لا العمده لا النائب المحلي لا المعتمد. هذه ما ثم حتى واحد. انا والله بغزه بس لخصنا 3 مطالب نتاعينكم. اذا نداء للسلطات الجهويه، عندكم الطريق وعندكم الماء صالح للشرب. وسيد الوالي تو يعمل في دور على الجهات. مرفات امس مشى له ولاد حفوز دارها عماده وربما يجيك من ولاد سليمان، ربما يجيك من وتعملوا له الوالي جا مشى دسم 18 في جبل قبل ما بين الحاج ولا سليمان ما يدريش عليه شقيره. باهي ثم والي جديد جا وثم خدمه اخرى ولاباس الامور. لا جيت ما نحجوا هما وانتم هم اخوي. والله نعودوا لكم وعده. يكون كل عام نعودوا لكم وعده. سي احنا خليناك بلغت صوتك لا محاله بكل شفافيه وبكل حياديه وبكل كذا باش نبدو واضحين مع بعضنا. مرحبا بك اذاعه الكرامه للجميع. من ثم شكون من ولاد حفوز هذا يقول أهل منطقة الجواود من معتمدية ولاد حفوز نريد إيصال صوتنا إلى السيد والي مع الشكر لكم. إذا شكرا على تفاعلاتكم على صفحة الإذاعة. شكرا الله فيك. بعد شوي باش نمشوا الليل. نحب نذكر برنامجنا برعاية شركة ديليس أورانج أريد وشركة سكوب إنرجي للطاقة الشمسية وكذلك مقهى التراس. و كنا بكري نحكوا على مرضى السرياك وتقريبا القهوة الوحيدة في ولاية سيدي بوزيد اللي تعمل مني سبيسيال للناس هذوما. كذلك نحبوا أيضا برعاية المقهى استراحة الأمراء بطبيعة الحال في طريق السبالة تلقوها الطريق الوطنية رقم 13 في مدخل السبالة. فاصل ونرجع لكم باش نمشوا لاتحاد الشغل في تونس.